أهلا بيكم أصحاب الأرواح النورانية. لو توأمك فجأة اختفى وتجاهلك أو حتى قالك مش عايز العلاقة دي تكمل، الفيديو ده ليكي. مش دايما الهروب معناه إنه مش بيحبك، أوقات بيكون هو في معركة مع نفسه ومع روحه. في الفيديو ده هقولك ليه بيهرب وإزاي تتحولي من وجع الانفصال لقوة تشفيكي وتشفيه. تابعي للنهاية عشان تعرفي علامات الرجوع والرسائل الكونية اللي بتطمنك إنك مش لوحدك. اتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. اللي مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس لكل عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مبدئيا كده، لو لقيتي توأمك بيهرب فجأة، بيختفي، بيتغير، بيعملك بلوك، او بيتعامل كأن العلاقة دي ما كانتش موجودة، فالفيديو ده معمول علشانك. انا عارفة قد ايه اللحظة دي بتوجع، بتحسسك انك مش مفهومة، او ان الحب الكبير اللي بينكم كان وهم. بس الحقيقة اللي بيهرب مش بيهرب منك، هو بيهرب من نفسه. في الفيديو ده هيشرح لك ليه بيهرب، وازاي ده مش دليل انه مش بيحبك. بالعكس، ده ممكن يكون اكبر دليل انه بيحبك اكتر مما تقدري تستوعبي. أول حاجة لازم تعرفيها إن علاقة طاقم الشعلة مش شبه أي علاقة تانية. دي علاقة روح بروح، مش بس مشاعر، لكن كمان انعكاسات ومراية لكل وجع قديم وجوانب مظلمة لسه ما تشافتش. لما بيحصل الاتحاد الطاقي بينكم، بيتفتح عند الطرف الهارب جرح كبير، جرح الهجر، جرح الخزي، جرح عدم الاستحقاق. بيحس فجأة إنه مش كفاية، إنه مش مستعد، وإنه لو استمر هيأذيكي. فبيقوم يعمل إيه؟ يهرب. مش علشان بيكرهك، لكن علشان خايف يواجه نفسه من خلالك. الهروب بيبقى رد فعل مش واعي، بيكون كأنه بيقول أنا مش مستعد للمراية دي دلوقتي. بس في الحقيقة هو بيهرب من طاقته هو، مش منك انتي. السؤال اللي دايما بيتكرر منكم: طيب هو بيحبني؟ أيوة بيحبك جدا، لكن الحب ده مخيف بالنسبة له. توأم الشعلة بيحس معاكي بمشاعر عمره ما حسها قبل كده، فبدل ما بيقرب بيهرب. هو مش فاهم اللي بيحصل، ومش بيعرف يترجم الحب ده، لأنه مش متعود على الحب الغير مشروط. كل العلاقات اللي قبلك كانت مشروطة بالنسبة له، فيها تحكم أو فيها أمان زائف. لكن معاكي الحب نقي، بيكشف ضعفه وجروحه، وده بيخوفه جدا. بس تحت الخوف في حب، حب بيكبر كل يوم حتى في بعده. من مراحل الهروب الروحي الارتباك. الارتباك بيحس بحاجة قوية بس مش فاهمها، أو الرفض، بيحاول يقنع نفسه إن العلاقة دي مش حقيقية. أو الهروب، بيبعد، بيعمل بلوك، بيتجه لحد تاني أو شغل أو أي حاجة تشتته وتشغل ذهنه. رابع حاجة الاشتياق، بيبدأ يحس بالفراغ لأن طاقتك جزء منه. خامس حاجة الصحوة، لما يبدأ يواجه نفسه بيبدأ يرجعلك بطاقة مختلفة. كل ده بيحصل أوقات من غير ما تعرفي، بس طاقيا روحك بتحس بيه. ونيجي لنقطة بقى ازاي تتعاملي مع الهروب. اهم حاجة تعمليها مع الهروب انك تبطلي الترضيه، ما تبقيش المطاردة الطاقية. سيبيه يواجه نفسه، ده وقته انه يتشافى وانتي كمان تتشافي. انتي كمان ارجعي لنفسك، حبيها، اسأليها ايه اللي اتفتح جواكي بسبب هروبه. اعملي تأملات، اكتبي في دفترك، فعلي نيتك للشفاء، وارسلي له طاقة حب نقي من غير تعلق. المطاردة بتأخر الشفاء والاتحاد، لكن السلام الداخلي بيقرب الرجوع. من علامات الرجوع، لما الرجوع بيكون بيقرب، بتبتدي تحسي إن أحلامكم بتجمعكم أو أحلامك بتجمعكم. هتشوفي رسائل في الأرقام زي 1111 و717 و3 اتنينات. إحساس إن هو حواليكي حتى من غير كلام. هتلاقي طاقة حب مفاجأة من غير أي سبب. حاجات بتحصل تخليكم تتقابلوا من غير أي تخطيط. دي كلها علامات إنه بيتهيأ للرجوع، لكن الأهم إنك تكوني أنت كمان مستعدة روحانيا ونفسيا. في النهاية الهروب مش نهاية القصة، دي محطة من محطات الشفاء، والرجوع بيبدأ من جوه كل واحد فيكم. كل مرة بيتراجع بيرجع يقرب، وكل مرة بتختاري نفسك بتقربي منه أكتر. حبي نفسك، سامحيه،
وافتكري الحب الحقيقي مش بيضيع، لكنه بيستنى اللحظة الصح، التوقيت الإلهي. وعايزاكي تفتكري دايما الرحلة دي مش علشان تحصلي عليه، الرحلة دي علشان توصلي لنفسك. وكل مرة بيهرب بيقرب أكتر من نفسه ومنك. حبي نفسك علشان هو بيتعلم يحب نفسه من خلالك. لو حسيتي ان الفيديو ده لمسك، سيبيلي تعليق بأنا في طريقي للشفاء، وبعتيه الفيديو ده للي بتحبيهم أو اللي حاسة ان هم بيمروا بنفس الرحلة. ما تنسيش تتابعيني عشان فيديوهات أكتر عن توأم الشعلة والعلاقات الروحية والطاقة الكونية. دمتم بمحبة وسلام وخير.